عملنا بقى البروش يا جماعة في مطبخ أم ياسين على قد الإيد، من غير زبدة ولا سمنة ولا أي حاجة، وطري وهش وزي العسل. تعالوا نشوف مقاديرنا بقى يا جماعة. أنا فتحت واحدة قدامكم أهي وزي العسل. تعالوا نشوف المقادير. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده في مطبخ أم ياسين على قد الإيد هنعمل بروش. البروش طعمه وشكل زي العسل، وهنعمله بالشوكولاتة النهارده. وأول ما أدينا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنجيب خميرة يا جماعة ونحطها في الطبق بتاعنا يا جماعة. ودي معلقة خميرة واحدة، وحطينا عليها 3 معالق سكر. 3 معالق سكر كبيرة كده زي بتاعة الأكل. ماشي يا جماعة. وأول حاجة هنحطها بقى بعديها هنجيب كوباية مية 200 جرام كده. أنا العجينة بتاعتي هتاخد 250. احنا دلوقتي هنحط 200 جرام مية. حطيناها كلها مع الخميرة والسكر، وهنقلب يا جماعة كده علشان الخميرة تبدأ تخمر كده معانا وتسيح السكر معانا. تمام. وهنضربها كده شوية. وهنجيب بقى يا جماعة بضاية. البضاية متوسطة. احنا جبنا في البروش بتاعنا ولا هنحط الزبدة ولا هنحط سمنة. البضاية بتساعدنا يا جماعة على الطيران بتاع العجينة. تمام. هنفتح بضاية كده على الخميرة وعلى السكر وهنضرب. تمام. هنضرب شوية كده. هنحط نص كوباية زيت. نص كوباية الزيت دي يعني 100 جرام كوباية زيت. تمام. 100 جرام زيت على البيضة والخميرة والسكر، وهنقلب. هنحضر بقى الدقيق بتاعنا يا جماعة. الدقيق بتاعنا نص كيلو دقيق نخناه وخليناه على جنب. وبعد كده هناخد بقى يا جماعة هنضيف 3 معالق شوكولاتة. ال3 معالق شوكولاتة خام. اسباني بقى عندك عادية تمام، مفيش مشاكل، ونخلها كويس عشان بتبقى فيها زي حصو كده. وهنضرب يا جماعة الخليط بتاعنا كله. وبعد كده هنحضر نص كيلو دقيق زي ما قلت لكم اللي احنا نخناه، وهنحط عليه معلقة بيكنج باودر. يبقى هنا الخليط بتاعنا فيه خميرة وفيه بيكنج باودر. نص معلقة بيكنج باودر كده، او نص معلقة كيك شيف. تمام. خمرين الحلو بتاعنا. وهنقلب بقى الدقيق مع البيكنج باودر بتاعنا او الكيك شيف بتاعنا. وهنحط بقى السائل بتاعنا على الدقيق. السائل بتاعنا فيه الشوكولاتة وفيه البيضة وفيه السكر وفيه الخميرة وحطينا كمان زيت ملح. تمام. انا يا جماعة نص كيلو دقيق اخدت منه كوباية دقيق. هحطها على جنب كده ونشوف الخليط بتاعنا هيكفي ولا هيعوز مية تاني. تمام. ان عايز مية تاني كده كده هنحط 50 جرام مية بعد 200 جرام. حطينا الخليط بتاعنا كله جماعة وعجناه، وسيبنا الكوباية الدقيق لسه ما حطيناش فيها حاجة خالص. هناخد يا جماعة 50 جرام مية وهنضيفه عشان العجين عايز مية. حطيناها دلوقتي يا جماعة، وشوية شوية بنكب عليه الدقيق بتاعنا اللي في الكوباية اللي احنا شلناه على جنب اهو يا جماعة كده. وقاعدين نقلب يا جماعة فيها لحد ما هتسيب لنا حبة صغيرين خالص. انا مزودتش مية تاني. هما ال50 جرام فوق ال200 يعني 250 جرام مية. لحد العجينة ما شاء الله لقيتها ما بتلزقش وطرية خالص في ايديا كده وراحة وجاية. لحد ما وخدت حبة زيت، معلقة زيت كده عشان ألم بيها العجينة. وهي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما خمرناها الله أكبر عليها، سيبناها ربع ساعة كده لحد ما ترتاح. وبعد كده ما شاء الله هنبدأ بقى نطلع منها الهواء ونعجنها تاني كده. وبعد كده هنشكل بقى يا جماعة البروش بتاعنا. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جميل وطري جدا، وبصي وهش اهو يا جماعه. لازم يكون تاخد حته من العجينه وايه وتكوريها، ولازم السطح يكون املس كده، ومن تحت مش مهم ايه لمه العجينه من تحت، ونحط بقى ايه كلهم كور قد بعض علشان تبقى شكلها حلو وايه وتفتح النفس. وهو يا جماعه عملنا كده كذا كوره لحد ما عملناها في الصينيه. عايزه تعملها في صينيه مدوره تمام، عايزه انا عامله لكم بشكل جديد اللي هي تكون مفتوحة من النص. صينية الكيكة اللي بتكون مفتوحة من النص كده، وايه وتحطي حواليها العجينة بتاعتك المكورة، وما شاء الله. ولازم تبقى ايه تسيبي سبيس كده بين الكورة والكورة علشان لما تخمر تاخد راحتها في الخمران وتبقى ايه شكلها حلو. تمام يا جماعة. واحنا دلوقتي ايه خدنا زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنعمل الكور جنب بعض علشان تبقى شكلها حلو وايه وجميل كده. والباقي العجينة احنا هنعملها حاجة تانية. احنا بقى عندنا عجين كتير، ايه هنكمل باقي ما شاء الله. ده كله ده من نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق ما شاء الله، الله اكبر، ادينا حبة من العجين كتير بعد الخمران. ودلوقتي احنا عملنا شكل تاني، عملت صوابع كده جنب بعض جنب بعض، وايه وحطيتها في قالب مستطيل. ودلوقتي هتشوفوا الشكل اللي احنا عملناه جميل ويفتح النفس بسم الله ما شاء الله. ودلوقتي هنحط الفرن معاكم وهنطلع نوريهولكم على طول. ودلوقتي شوفوا الشكل ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله بعد الخمران بتاعه. ودلوقتي دخلنا الفرن وطلعنا اهو شفناه ما شاء الله. ولما تبرد تحاولي فيها وايه وتنزليها. احنا كده كده كنا دهنين الصينية زيت يا جماعة. احنا كل الطبق بتاعنا النهارده بالزيت بس، ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه ولا مكلفاكي. قلبت وشها تحت وظهرها لفوق كده زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي هنعمل بقى المرحله اللي قبل الاخيره. هناخد شوكه كده او معلقه بظهر المعلقه ونفتح فتحات من قاع الايه الكيكه بتاعتنا كده، علشان احنا محضرين نوتيلا. حضرناها وحطينا عليها حبة لبن، حليناها شوية، وبعد كده نجيب القمع بتاعنا وايه وهنحط فيه النوتيلا وايه وهندخل جوه الخرام بقى اللي في البروش بتاعنا، وهندخل فيه الشوكولاته من جوه عشان لما تفتحيها ولا ابنك يفتحها تبقى طعمها والشكل زي العسل. دلوقتي في مطبخ ام ياسين على قد الايد. احنا الكحك بتاعنا خلص بقى يا جماعه، وبدأنا بقى كل سنه وانتم طيبين في عمايل الحاجات الحلوه عشان اولادنا اللي ايه الحاجه الحلوه اللي احنا عايزينها بعد الغدا. تمام. هندخل بقى النوتيلا بتاعتنا كده جوه البروش بتاعنا يا جماعة. ودلوقتي هنخلص بقى ملي النوتيلا بتاعتنا للبروش، وهنقلبها للوش التاني وهنبدأ التزيين بتاعنا. عندك اي حاجة يا جماعة موجودة في البيت اوكي، عندك سوداني، عندك فستق لوز، الحاجات اللي بتفرح اولادك كلها. عندك سكر بودي، احنا لقينا سكر بودي عندنا، وهنوش كده ما شاء الله الوش بتاعنا. يا دوبك بس تدهنيه حبة فرشة مية بسيطة خالص كده على الوش، ايه او مربى او اي حاجة او عسل نحل، يا دوبك ترش عليه السكر البودية بتاعك او الحاجة الحلوة اللي عندك او المكسرات بتاعتك، وبعد كده تحطيها بقى عليها. وبعد كده رشينا السكر البودرة وحطينا عليه النوتيلا بتاعتنا، وابنك بقى هيشوفها كده هتتاكل اكل منك وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما تنسيش تدعمي قناه ام ياسين على قد الايد باللايك والشير والسبسكرايب، وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد من مطبخ ام ياسين. ويا جماعه احنا كده خلصنا الطبق بتاعنا وزيناه بالنوتيلا وحطينا عليه السكر البودرة. تعالوا نشوف بقى العجينه بتاعتنا. العجينه اللي احنا عمالين نتعب فيها دي شكلها ازاي وهشش ازاي وشكل وطعم زي العسل، وانت اللي هتحكمي. ودلوقتي يا جماعة بصوا بقى الهشاشين بتاع البروش بتاعنا تحفة وطيران وشكل يتاكل اكل. بص النوتيلا من جوه شكل جميل وطعم جميل. وده اخر الطبق الحلو بتاعنا. متنسوش تدعموا قناة ام ياسين على قد الايد باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.